السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تم قتل حارق القرآن العراقي سلوان موميكا في السويد. تحياتي لكم. في السويد مشهد مروع يبث على الهواء مباشرة. تفاصيل صادمة تكشف عن الحادثة، وهذا ما حصل. بعدما أحرق المصحف عام 2023 وأثار غضبا واسعا حول العالم، أعلنت الشرطة السويدية العثور على اللاجئ العراقي سلوان موميكا مقتولا بالرصاص في شقة جنوب العاصمة ستوكهولم. فما الذي حصل؟ وهل تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي سببا في تأجيج هذا النوع من الجرائم؟ في التفاصيل، تلقت الشرطة بلاغا حول سماع صوت إطلاق نار، وعند وصولها إلى المبنى وجدت رجلا مصابا بالرصاص جرى نقله إلى المستشفى، قبل أن تعلن لاحقا مقتله وفتح تحقيق في جريمة القتل وفق ما نقلت الإذاعة السويدية. كما أعلنت الشرطة السويدية توقيف 5 مشتبه بهم في قتل حارق المصحف، وأفادت تقارير إعلامية بأنه كان يقوم ببث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي وقت وقوع الحادث ليقتحم مجهول غرفته من خلال كسر نافذتها ويطلق النار عليه. فسقط الهاتف على الأرض واستمر البث لمدة ساعة حتى وصلت الشرطة وأنهته. هذا وأشارت المعلومات إلى أن مسلحا اقتحم شقة العراقي البالغ من العمر 38 عاما وأطلق النار عليه وفق وسائل إعلام محلية. وكان موميكا وهو من أصول عراقية أقدم في صيف 2023 خلال عدة مظاهرات على حرق نسخ من المصحف، ما أثار ردود فعل غاضبة بالعالم العربي والغربي ودفع بعض الدول إلى الاستدعاء الدبلوماسيين السويديين. فيما تعرض اللاجئ العراقي للمحاكمة بتهمة التحريض على الكراهية ضد مجموعة عرقية. هذا ووافقت محكمة الهجرة السويدية في فبراير شباط من العام الماضي 2024 على قرار ترحيله من البلاد. وفي مارس آذار من العام نفسه قال موميكا إنه غادر السويد إلى النرويج طالبا للجوء فيها، في حين شهدت العلاقات الدبلوماسية بين السويد وعدد من دول الشرق الأوسط والعالم الإسلامي توترا وقتها، بعدما أجازت الشرطة إقامة تلك التحركات التي تخللها حرق للمصحف. ففي العراق هاجم متظاهرون السفارة السويدية في بغداد مرتين في يوليو عام 2023 وأضرموا النار فيها في المرة الثانية. كما أمرت الحكومة العراقية. أنا فخور بنفسي وأنا فخور مما فعلته ومما قدمته، وأعتقد الإنسان أعلنت الشرطة السويدية إنهاء حياة اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا الذي أقدم على حرق المصحف وتدنيسه مرارا، ما أثار ردود فعل غاضبة في العالم الإسلامي. وأفادت